هيرونيفر نطق النهارده هو نطق الشي. كان المصري القديم بيرمز ليه برمز مستطيل كده، وبنلاقي ان المستطيل ده في المعابد والنقوش بتاعه المعابد ونقوش المقابر عباره عن بركه ميه شبه حمام السباحه اللي عندنا دلوقتي في عصرنا الحالي. طيب ليه المصري القديم كان بيرمز للصوت ده بالرمز ده؟ عشان خاطر صوت الميه كان بيعمل فالمصري القديم خد صوت بتاع الميه وعمل منه الرمز ده عشان يعبر عن نطق تمام. النطق ده الترانسليتريشن بتاعه عبارة عن حرف الاس وفوقيها 7. الشبيه بتاعه في اللغة العربية شبيه النطق هو حرف الشين. تمام. فده في لغة الميدونيتر بالخط الهيروغليفي. طيب لو احنا عايزين نكتبه بقى بخط فيلو هنعمل ايه؟ هنعمل حرف الشين اهو عادي خالص، بس هنعمل فوق حرف الشين هنا مستطيل كده وهنروح حاطين 3 نقط. طب لو احنا عايزين خط ارفع اهو هنعمل حرف الشين عادي خالص وهنعمل مستطيل فوق حرف الشين وهنحط 3 نقط. طب لو احنا عايزين خط ارفع اهو ادي حرف الشين وادي المستطيل وادي 3 نقط. خط تاني اهو ادي حرف الشين وادي المستطيل وادي ال3 نقط. ولو احنا مثلا عايزين نكون كلمة من خلال الرمز ده والرموز التانية اللي احنا خدناها قبل كده، عايزين نكتب كلمة مثلا شباب، فادي نطق الشي وادي نطق البي وادي نطق الآ وادي نطق البي التانية. بس كده، وده كان حرف النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد، وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. إياو مآكي إمحط.